سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديده ان شاء الله تعجبكم وتجربوا هذه الوصفه. كما راكم تشوفوا حنوجد معاكم ميني كيش بدون عجينه بطريقه سهله، حشو اقتصادي، يجوا بزاف خفاف بنان هايلين. تحمروا بهم وجهكم ان شاء الله في رمضان. نروحوا دوكا لطريقه التحضير. راح نبدا بالحشو. هنا عندي مقله درت فيها حبه تاع بصل قطعته مربعات صغار مع زوج حبات تاع فلفل الحلو تاني مقطعين مربعات صغار. درت شويه تاع الزيت وراني نزيد في الملح ونجي نزيد لهم التوابل. بالنسبه للتوابل راح ندير فلفل الكحل، راح نزيد فلفل عكري حلو. هنا اللي تحب دير الحار دير الحار كيما حبت. هنا راح ندير شويه تاع كركم، هنا كان خلاص لي يعني وش بقى في البلاره حطيته. وراح نزيد شويه تاع راس الحانوت. هذا وش درت فلفل الكحل، فلفل عكري، كركم وراس الحانوت. نجي نحركهم هكا مليح بمغرفه ونحطهم فوق نار قليله يطيبوا على نار قليله كامل. ما نزيد لهم حتى قطره تاع ماء، نبقى هكا مره نحرك باسكو على بالنا البصل والفلفل الحلو يتلقوا داك الماء تاعهم. هنا في نص طياب واش راح نجي نزيد لهم. عندي كميه تاع صدر تاع الدجاج، خديت حوالي هكا 4 صدر قطعتهم مربعات صغار مع زوج حبات تاع طماطم قطعتهم تاني كمربعات صغار. وعندي زيتون ايفيلي خضر هاوليك. هنا حطيت كلش فوق هذاك البصل والفلفل ونجي نحركهم مليح ونخليهم يطيبوا على نار قليله حتى للاخر. نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا. قلت لكم ما تزيدوا لهم حتى قطره تاع ماء، على بالنا الطوماطيش الفلفل هاد العفايس كامل يطلقوا الماء. هنا شوفوا خليتهم طابوا وحتى نشفوا كامل هكا، نسحقهم هكا ناشفين. نخلي هذا الحشو يبرد مليح ونجي نديرو في ليمول دياولي. ليمول هامليك اللي كنت خدمت بهم لي كيش من قبل، خدمت بهم تاختولات. هما في الاصل ما يلصقوش هكا حاجه تاع عجينه ولا مي، بصح راح ندير حشو باش ما يلصقوش ويتنحاو. تمتم راح نجي ندهنهم بالزبده ونجي نرشهم من الفوق بالفارينه. هاوليك شوفوا دوك نكمل هذيك باقي الكميه. قلت لكم درت لهم الزبده وترشيتهم بالفارينه ونجي نحط الحشو تاعي من الفوق. هامليك هنا كامل راني كملتهم ونبدا نحط في الحشو بهذه الطريقه. نسي نعمر مليح ما نخليش الفراغ ونسوي السطح من الفوق. قلت لكم هاد لي كيش بلا عجينه، يعني حشو برك هكا غير حشو. ومن الفوق دوك تشوفوا واش راح ندير، يجوا خفاف وبزاف بنان يليقوا هكا ان شاء الله في رمضان مع الشوربه. هنا راني نعمر فيهم دوك، انا وريت لكم هكا 3 ونكمل باقي الكميه وحدي. شوفوا قلت لكم سووا لهم السطح وسيو ما تخلوش الفراغ يعني عمروهم. هنا دوك واش راح ندير لهم من الفوق، راني كملتهم. شوفوا من الفوق كيفاش جاو، لازم يجي وجههم هكا مليح. واش راح ندير، راح نحكم هكا بول. واش راح نحط فيه، حطيت دربت هنايا حبه تاع بيض كامله تكون بدرجه حراره الغرفه. راح نزيد لها كاس تاع حليب ونحرك مليح بالفوي هكا. دوك نجي نزيد لهم شويه تاع ملح. هنا كنت درت شويه تاع ملح، راح نزيد شويه تاع فلفل الكحل. هنا نسي نقرب باش يبان لكم مليح. قلت لكم حبه تاع بيض مع الكاس تاع الحليب مع شويه تاع ملح وشويه تاع فلفل الكحل. الملح ما تكتروش بزاف باسكو حندير الفرماج، ما كترتش بزاف درت شويه. هنا راني ندربهم بفرشيطه وراح نزيد 2 مغارف تاع فارينه هنا باش يتقال شويه هذا الخليط ونجي نسربيه من الفوق. هنا درت 2 مغارف تاع فارينه نجي نكمل ندرب هكا. وراح نزيد تاني مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات باش من الفوق شغل يجوا شويه منفخين. هاملك هنا قبل راح ندير هذه الكميه تاع الفرماج. انا هنا عكست مين نتوما نورمال ديروا قبل الخميره كيميائيه بعد روحوا ديروا الفرماج. انا كنت درت الفرماج هاوليك ونزيد مغرفه صغيره تاع لا ليفور هايليك خميره كيميائيه. حبيتهم يجوا منفخين بزافه ديروا 2 مغارف. انا ما حبيتش باش يقعد هذاك الكو تاع لا ليفور فيهم. المهم جيت حطيتهم هكا في سنيوه. دوك ندخلهم يحمروا برك من الفوق باسكو كلش طايب، يحمروا من الفوق مليح ياخذوا ديك التحميره ونوريه لكم. وهنا داك الخليط هاوليك قاعد لي حنطيب غاته تاني حنجي نديرها من الفوق. يعني هذا الخليط تقدروا تخلوه نهار في الثلاجه ولا وديروا به نهار بك ما تزيدوش عليه باسكو فيه البيض اونكا يخسر ولا. وهاوليك الشكل النهائي تاع لي كيش دياولي. انا سميتهم ميني كيش باسكو شويه صغار.
ها مليك جو روعه ما شاء الله. تنفخوا شويه من الفوق، قلت لكم لا عجينه لا والو، خلوهم دوكا حتى يبردوا مليح ونجي نديمو ليهم. ها مليك هنا حتى يبردوا مليح باش رواحوا هكا بالموس، شوفوا ما يلصقوهم حتى حاجه، جاو خفاف وبنان. غير جربوهم وراح يعجبوكم ان شاء الله. اللي تجربهم تبعت لي التطبيق تاعها، يعني تصور وتبعت لي في الصفحه ديالي ياسمين للطبخ، ولا في الانستغرام. هنا بعد ما قلبتها دوك حنقسم معاكم هاد الحبه باش تشوفوا كيفاش جات روعه. ونكون لحقت لاخر الفيديو. هنا حبيت نوري لكم كيفاش جات، راني نقسمها، جات هايله ان شاء الله نتوما تاني تعجبكم. ونكون هنا لحقت لاخر الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تخلوا لي جيم كومونتير او بارطاج. سلام.